كانت خير داعم للسياحة الشبابية وخاصة للعائلات من ذوي الدخل المحدود، تشغل يدا عاملة بالعشرات وحققت أرباحا قبل 2010. كل هذه الأرقام تهاوت وأصبحت تعاني مديونية مرتفعة. عن الشركة التونسية لسياحة الشباب نتحدث. تفاصيل أوفى عن وضعية الشركة في هذا التحقيق. أنا من نظري أنا يتحاكموا الناس اللي وصلوا، خلوا مؤسسة كما هذه در فلوس كبيرة تبرك توصل هكا للوضعية هذه. فما نية لإفلاسها وتحتيمها وإغراقها في الديون وفي السلوفات منا ومنا للتفويض فيها بأرخص الأسوام. يا أخي إذا كان ما فيهاش إصلاح حط فوق الطلوبية. هي منشأة عمومية تمت مصادرتها وإقرار مبدأ التفويت فيها لفائدة الدولة ووضعها تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 14 من ديسمبر 12 و2000. رصيد عقاري هام يمسح 20 هكتارا وأملاك هنا وهناك. شركة لها وكالة أسفار بتونس العاصمة من أنجح وكالات الأسفار، تحصلت على العديد من الجوائز العالمية قبل 10 و2000، لكنها مقفلة منذ 16 و2000 إلى إشعار آخر، ناهيك عن القرية السياحية ببرج السدرية ونزل يمسح قرابة 3 هكتارات في أروع المناطق السياحية في الحمامات، جميعها تعاني الشلل التام وتراكم الديون لتهوى نحو الإفلاس. وحتى أسطول السيارة التي كانت هنا تم بيعها بأسعار اعتبرت بخسة، أما هذه الخردة فهي ما تبقى منها وقد أكلها الصدأ والعبث والتكسير وأصبحت كومة حديد. كانت شركة لبس عليها تخدم ولبس عليها بموظفيها بعمالها بالعساستها كل شيء، أصبحت في هواء منثور. اليوم نراو في أشياء غريبة، تكسير، نهب. الدولة اللي حايرة من عام 2016 على مجلس وزاري باش تاخذ القرار المناسب في المؤسسة هذه، لحد الآن ما زلت ما خذتوش. حرام يضيع ما بين يدينا وما بين الدولة والناس كل لازم تتحمل مسؤولية. في الوقت الموجود شيفر دافير من 500 حتى وصلنا حتى 750 مليون في العام. في السيزون نخدموا حتى 150، وبعد عندنا تقريبا بيرمانون ما يقارب يجي 40-50. البيرسونيل كله ثم اللي ضايع وثم اللي فكتوهم في وزارات اخرين يخدموا. كانت المؤسسة معناها توصل تخدم ما بين ال 400 وال 500 بشر، ما بين مترسم وما بين فكاتير، حتى اصبحت معناها تعجز بس 28 واحد في المؤسسة. هذه المنشأة العمومية التي كانت يوما من الأيام داعمة لما يسمى بالسياحة الاجتماعية لأصحاب الدخل دون المتوسط، وكذلك للسياحة الشبابية في تونس وخارجها، كذا الحال لوحدة الإطعام التي فازت بصفقات عديدة في الطبخ والإطعام لفائدة مؤسسات كبرى في الدولة. ذهب كل هذا ولم يبق من مجد هذه الشركة شيء إلى أن غرقت في الديون. مس النواب كنا ناكلوا فيها احنا، مس قومية الإدارة كنا ناكلوا فيها احنا، المؤسسات الرنتيات الطبق الوقيت كنا ناكلوا فيها احنا، كانوا عندنا 42 مطعم جماعي. يعني في لحظة معناها تلقى روحك تو وضعتك هذه عام 2010 راهي مش بعيدة. الشباب المحرومين في الأرياف اللي ما عندوش فلوس باش يجي ويعدي ويعرف البحر ويعرف الأجانب ويعرف كذا، كان يعدوا فيه بأسوام رمزية. لكن الحال غير الحال اليوم، فهذه المؤسسة على ما يقول مكرم شوشان رئيس مدير عام الشركة التونسية لسياحة الشباب تعاني عدة صعوبات وتدرس عديد الفرضيات، من بينها بيع النزل للخروج من هذه الضائقة المالية. خليني نقول لك، هي مش اليوم ما عادش نحكيو عن نية، اليوم نحكيو على حلول طرحة من طرف مكتب دراسات. من بعض الفرضيات هذه نلقاو التفويت في احدى وحدات انتاج الشركه على غرار النزل. اليوم المطلوب كونه يقع عقد المجلس الوزاري المضيق، لانه واش يلم كل الاطراف المعنيه للتدخل في وضعيه الشركه، وضع خارطه طريق واضحه المعالم، تدخل لفرض معناها خلينا نقول فرض حلول جذريه لانقاذ الشركه هذه. وفي انتظار عقد المجلس الوزاري المضيق الذي سيحدد مصير الشركة، يبقى الحال على ما هو عليه، رزق البيديك إلى إشعار آخر.